ماما، أنا مش مبسوط في المدرسة دي، مش عايزة أروح تاني. معلش يا حبيبي، بكرة هتتعود على المدرسة دي. ماما، أنا عايزة أدخل أنام. برضه عايز تنام؟ انت طول الوقت دلوقتي بتنام. في ايه يا ابني؟ على طول نوم كده. ادخل نام يلا. ماما، هو أنا لو حصلت لي حاجة في المدرسة دي أنتِ هتعرفي إزاي؟ ماما، هو أنا شكلي وِحِش؟ ماما، بطني بتوجعني أول ما بنوصل لباب المدرسة. ماما، أنا بجد مش عايزة أروح تاني. الكلمات اللي احنا سمعناها في الفيديو ده مش دلع، دي استغاثة بتقولك ان في مشكلة. ابنك ما بقاش عارف يعبر بالكلام، فبقى بيعبر بالافعال، زي مثلا ان هو طول الوقت بقى عايز ينام. طب انتِ ما خدتيش بالِك إن الكلمات دي أكيد وراها مدلول؟ تعالي بقى أقول لِك العلم بيقول إيه في الفيديو ده. علميًا تجاهل الشكاوى اللي الطفل بيقول عليها دي اسمها العجز المتعلم، يعني الطفل بيبطّل خلاص يشتكي لإنه عارف إن صوته خلاص مش مسموع، بقى عنده عجز إن هو يعبّر عن مشاعره بالكلام، فبيعبّر عنها بالأفعال، وده هتحسي إن هو بقى عنده اكتئاب، عصبية زيادة، النوم الكتير اللي هو ما كانش متعوّد عليه. كل دي أعراض تخلّيكِ تحسي إن في حاجة في البيئة الخارجية اللي أنتِ بتسيبيه بيها فيها مشكلة. وبرضه العلم بيقول إن لمّا ابنِك بيشتكي إن في مشكلة وأنتِ تردّي عليه تقولي له بُكرة تتعوّد، فأنتِ كده بتقولي له واجه المجتمع لوحدك. ده بيحسّسه إن هو فعلًا لوحده، بيحسّسه بالانطوائية، لإنه خلاص هو عارف إن ما فيش حد هيعمل له حاجة، وأقرب الناس ليه بتقول له بُكرة تتعوّد. إحنا بنشوف كمية مشاكل بتحصل في المدارس وكمية حوادث تحرُّش، فده يخلّيكِ تسيبي الموبايل شوية وتركّزي معاه، انزلي لمستواه، انزلي لمستوى عينيه، اسمعي هو بيقول إيه، شوفي تعبيرات وشه وهو بيتكلّم عاملة إزاي، ساعتها أنتِ هتعرفي فعلًا إن في مشكلة. إحنا قد إيه بنهتم بشكل أولادنا وبنهتم طبعًا بصحتهم وبنهتم بالرياضة، لكن ما بنهتمش أوي بنفسية أولادنا. ممكن ناس يقولوا لك نفسية إيه يعني، ده طفل صغير، إيه اللي ممكن يعني يضايقه من البيئة المحيطة؟ لأ، حاجات كتير جدًا. عايزة أقول لِك إن الأطفال في السن الصغير ده بيبقى عندهم كمية أحاسيس ومشاعر وحاجات مكتومة جوّه بيعبّروا عنها بلغة العيون. بتبُصّي في عين ابنِك أو بنتِك بتبقي عارفة هو إيه اللي مضايقه. كل ما نزلتِ لمستواه الفكري، كل ما أنتِ قدرتِ تفهمي هو بيفكّر في إيه، وكل ما قدرتِ تحسّي إذا كان في مشكلة والّا هو بيقول لِك كده وخلاص. لمّا بتتكلّمي مع ابنِك كل يوم في اليوم الدراسي بتاعه هو عمل فيه إيه، بيخلّيكِ تقرّبي منّه أكتر، وبتقدري تفرّقي كويس أوي ما بين الكلام اللي هو بيقوله أي كلام، وما بين الكلام الحقيقي اللي أنتِ فعلًا لازم تركّزي فيه.